السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة سريعة، وصفة جميلة، وصفة كده حاجة من الآخر. هي وصفة من وصفات السمك الجامدة اللي أنا شخصيا بحبها جدا، واللي طعمها مميز قوي، واللي فيها مكون بيودي طعم صينية السمك في حتة تانية خالص، واللي أنا متأكدة لو جربتيها هتدمنيها ومش هتبطلي تعمليها. صدقيني، خدي مني واسمعي الوصفة بتاعتي دي النهاردة، هتغير فكرتك كمان عن صينية السمك، والناس اللي ما بتحبش السمك هتحب السمك. طيب، معايا هنا ربع كوباية من البقدونس المفروم اللي هو البريتسيمولو، ومعايا معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من الروزمارينو المفروم او الروزماري، ونص معلقة ملح، وثلاث معالق من زيت الزيتون، وعصير ليمونة كبيرة. حلو الكلام. هقلب الكلام ده، وانا مش عايزاه مفروم رفيع، انا عايزاه زي ما انت شايفه خاشن كده، علشان انا عايزاه النهارده ما يبقاش الخليط بتاعي دايب او سائل. طيب، ومعايا هحط في البازي بتاع الصينيه معايا بطاطس متقطعه شرايح رفيعه، ولا هي زي الشيبسي ولا هي زي الحلقات التخينه، يعني حلقات متوسطه وتكون رفيعه شويه نوعا ما. وهنزل معانا بالمكون الجامد اللي انا بقولك عليه. ايه هو الخرشوف. هنا اسمه الكرشوفي، وبيبقى صوت اوليو، يعني محطوط في زيت هيمي دي جيراسولي. يعني ايه سيمي دي جيراسولي؟ يعني زيت اللي هو عباد الشمس، بيبقى معمول في زيت عباد الشمس. طب لو احنا في مصر وما عندناش الكرشوفي اللي هو معمول صوت اوليو، وده يعتبر جام استوي، يعني تقدري كمان تحطي منه على البيتزا على طول، وتقدري تحطي منه على حاجات كتيره، وتقدري تعملي منه وصفات كتيره. الكرشوفي او الخرشوف اللي بالطريقه دي. بصي هنا انا بوريكي متقطع ازاي، عايزاكي تعرفي ان هو بيبقى فيه قطعه من اللحم معاه، حته من الخرشوف من الاسفل، يعني بتاع الخرشوف. بتاخدي الحته دي وتقطعيه كده زي ما انت شايفه الخرشوف بالطريقه دي. لو عايزه بقى طبعا تعمليه زي ده وما عندكيش اللي هو معمول صوت اوليو، هقول لك تعمليه ازاي. بتجيبي الخرشوف وتغسليه وتقطعيه بالطريقه دي، وتحطي ميه في البادله، تحطي طاسه يعني عليها ميه، وتحطي فيها بتاع ده روزمارين، وتحطي بازيليكو، وتحطي فص ثوم، وتحطي معلقتين زيت زيتون او معلقتين زيت ذرة عادي، وتخليهم يغلوا مع الكرشوفي، يعني تسلقيه بمعنى اصح في الكلام ده. وبعد كده تنزلي عليها بعصير ليمونه، وتحطيه صوت اوليو، وتحطي عليه يعني شويه زيت، وتشيليه في برطمان، وتقدري تستخدميه سوبيتو، تعمليها سوبيتو للوصفه، او تقدري تستخدميه وتشيليه في التلاجة تستخدميه في الوصفات اللي زي كده. معايا هنا بصل متقطع شرايح جوليان، ومعايا طماطم بومودوريني اللي هي بومودوريني شيري، ومعايا هنا كمان الكرشوفي اللي انا حطيته. يبقى البصل متقطع جوليان والكرشوفي، وحطيت كمان بومودوريني، وحطيت التوابل بتاعتي اللي هي روزمارينو، ومعلقه كبيره من البريتسيمولو والزيت. ويعني حطيت معلقه من الخليط اللي انا لسه كنت عاملاه، اللي هو البريتسيمولو والزيت والتوابل الحلوه اللي احنا عملناها، خدت منه معلقه وحطيتها على الخليط ده، ورشيت بقى رشه زعتر على وش صينيه السمك. طيب، انا هنا بقى دلوقتي بتبل السمك بنفس التتبيله اللي انا كنت عاملاها. هحشي بيها السمك من الفتحات. انا عامله السمك فيه فتحتين، ومن ورا فيه فتحه واحده، يعني فتحتين قدام وفتحه ورا. وهحط في كل واحده في الفتحات دي برضو بريتسيمول والخليط اللي احنا عملناه، ونص شريحه من الليمون في كل واحده، وشريحه ليمون جوه بطن السمكه. وهحط قطعه من الكرشوفي في كل بطن من السمكه برضو، يعني شريحه ليمون وحبه من التوابل، وكمان قطعه من الكرشوفي زي ما انت شايفه كده بالظبط. بالطريقه دي كده معايا صينيه السمك جاهزه. هرش رشه صغيره من الزعتر اللي هو الاوريجانو، وهرش رشه زيت زيتون، وهحط بصي انا بقولك الكرشوفي في كل واحده، في بطن كل واحده، بيدي بقى تيست عالي قوي. هو بيبقى معمول صوت اوليو، وكمان بيبقى محطوط عليه ليمون. عشان كده لما انا قلت لك بعد ما تسلقيه تعصري عليه ليمون على طول، وتحطي عليه زيت وتستخدميه على طول، معلقتين زيت لو انت هتستخدميه سوبيتو. ما بياخدش وقت في السليق، يا دوبك هتسلقيه زي ما قلت لك، تحطي عليه التوابل والمنكهات اللي انا قلت لك عليها، وتعصري عليه ليمون وحبه زيت، وتشتغلي بيه في الوصفه على طول. حاجه بقى كده صينيه السمك بالخرشوف والبطاطس، او بالكرشوفي والبطاطس، حاجه كده والله روعه رهيبه. مش ممكن تتخيلي الطعم عامل ازاي. حاجه جامده 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 جامده، والله بقولك بأمانة الطعم رهيب. لازم تجربيه. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش من دعوة حلوة من القلب، ولايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبون ابيتي.